اسمع، لأن اللي هتسمعه دلوقتي مش مجرد قصة تاريخية، ده أكبر اكتشاف أثري في العالم. اكتشاف قلب الدنيا وقتها وغير فهمنا الحضارة عمرها آلاف السنين. صلي على النبي وخلينا نبدأ قصة فتح مقبرة الملك توت عنخ آمون. بدأت القصة سنة 1922 لما هاورد كارتر، الراجل اللي قضى 5 سنين بيحفر في رمال وادي الملوك وما كانش لاقي غير الفشل، اللورد كارنافون ممول الرحلة زهق وقال له آخر سنة يا كارتر، آخر فرصة. لكن في يوم طفل مصري يدعى حسين عبد الرسول كان بينقل الماء للبعثة اصطدم بحجر صلب ليكتشف إنه الدرجة الأولى من سلم المقبرة، وفجأة صوت حجر بيتكسر، درجة مدفونة تحت الرمل. جرى كارتر ونزل بسرعة، ولما شال التراب ذكر السلم بيقود لباب مقفول من 3300 سنة، والأختام الملكية لسه سليمة، وده معناها إن المقبرة ما اتفتحتش من أيام الفراعنة. كارتر بعت للورد جملة واحدة: أخيراً وجدنا أشياء رائعة. وأول ما وصل وقف قدام الباب، ليل، هدوء، وترقب قاتل. فتحوا فتحة صغيرة، كارتر دخل الشمعة والنور انعكس على تماثيل، عربات، سرير ذهبي، وصناديق مرصعة. كارنافون سأل: شايف ايه يا كارتر؟ وكارتر قال أشهر جملة في تاريخ الآثار: نعم، أشياء رائعة. لكن ده كان مجرد البداية. بعد شهور من الشغل وصلوا غرفة الدفن، 4 توابيت، آخر واحد منهم معمول من الذهب الخالص، وزنه 110 كيلو، وجواه القناع اللي العالم كله شافه بعد كده، قناع الملك توت عنخ آمون. وهنا بدأت اللعنة. بعد فتح المقبرة بأيام، اللورد كارنافون اتعض من ناموسة، الجرح اتلوث ومات فجأة، وفي نفس اللحظة الكهرباء قطعت من القاهرة كلها، والجرايد كتبت لعنة الفرعون تضرب أول بحر. الأيام اللي بعدها أكتر من 10 أشخاص كانوا قريبين من الاكتشاف ماتوا بحوادث غريبة. الصدف ولا في حاجة فعلا كانت بتحمي المقبرة؟ بس الأكيد إن توت عنخ آمون بقى أشهر ملك في العالم، مش بسبب حكمه، لكن لأن مقبرته هي الوحيدة اللي اتفتحت كاملة من غير ما تتسرق. كنز كامل، أسرار كاملة، حياة ملك من 3300 سنة محفوظة زي ما هي. لو شايف إن حضارتنا تستحق نتكلم عنها، اعمل لايك واشترك في القناة وصلي على النبي في الكومنتات، واكتب لي تحب الحلقة الجاية تكون عن إيه.